السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة فيديو جديد يا رب يعجبكم. هنعمل بقى ريفيو عن الساعة اللي طالعة ترند. انا جبتها وهنشوف مكوناتها ايه، وهل هي حلوة ولا اي كلام. تمام. انا طبعا جبتها اونلاين، من على صفحات يعني، ولسه واصله لي اوردر يعني دلوقتي. وقلت كده نعمل كده ريفيو كده مع بعض ونشوف مكوناتها ايه من جوه. زي ما انتوا شايفين كده، بتيجي عبارة عن طبعا القرص اللي هو بيتركب فيه العقارب، بيجي بالشكل ده كده. استنوا بس افكه كده واوريهولكم. هنا اهو ده شكله. الجزء اللي هو قدام ده اللي بيتركب فيه العقارب، وهنا اللي بيتركب في الحجارة. وزي ما انتوا شايفين كده بيبقى فيها خرم، المفروض ان هي بتتعلق بمسمار. تمام. هنا برضو العقارب بيجي كده جزئين مع بعض، والعقرب اللي هو بتاع الثواني زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وطبعا الكيس اللي هو ورا ده اللي بيبقى فيه الارقام بتاعت الساعة. هي عبارة عن خشب اكريليك، يعني حلو محمل. ومن ورا كده دبل فيس. المفروض ان هو بنشيل اللزق اللي من ورا، وبعد كده يعني بيبقى على اللزق حاجة بلاستيك كده خفيفة، بنبدأ نشيلها وبنلزقها. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين دي كده فيها كلمات بالانجليزي، حروف بالانجليزي وحروف ارقام. هتشوفوا شكلها في الاخر. اه ده كده الدبل فيس. ده كده فور. ودي طبعا بقية الارقام. ده كده ايت وتو. طبعا جميع بقى الارقام بتاعت الساعة موجودة. انا برضو بتأكد معاكم لان انا لسه فاتحة الاوردر، يعني لسه كده بفتحه معاكم، فبتأكد بس ان جميع الحروف ايه موجودة. ده رقم 11 في الاخر. هنا بقى بيجي معاها زي ورقة كبيرة كده متحددة على مقاس الساعة، عشان تديك اللي هي الدايرة اللي انتي المفروض بتحددي عليها. هنبدأ نعمل ايه. انا هنا حاطة ساعة كانت عندي من زمان، فانا عايزة احطها هنا واشيل الساعة التانية واحط مكانها برواز. فالمكان ده عندي فاضي. فانا ايه هنبدأ ان احنا الاول كده نجيب اللي هي الجزء بتاع العقارب، هنخرم مكان المسمار ونشوف بقى هنعمل ايه. هنا خلاص حددت انا كده يعني هحطها فين بالظبط، وبعد كده خرمت بالشنيور وحطيت الجزء، وبدأت بقى ان انا احط الارقام على حسب الدايرة. يعني بحط الدايرة واعرف كل رقم فين، وبعد كده بلزق ايه حواليه. هنا كان خلاص لزقت كل الارقام. وطبعا ده مكان اللي هو مكان العقارب. عايزه اقول لكم وانا بعلقها بصوا وقعت اتكسرت مني. فانا هحاول اجمعها تاني، وبعد كده ان شاء الله هوريكم عملت ايه. يلا الحمد لله، يعني مفيش حاجه بتيجي بالسهل. زي ما انتوا شايفين كده جمعت الجزء اللي هو بتاع التروس من جوه، وبعد كده علقتها. عايزه اقول لكم جميله جدا وشكلها شيك. يعني عايزه اقول لكم الجزء ده كان عندي فاضي، وعماله اقول هحط فيه ايه هحط فيه ايه. بس عايزه اقول لكم جميله وشكلها شيك وعمليه، شغاله كويس ما فيهاش اي حاجه. وتحسوا يعني هي في الكاميرا يعني صورتها صغيرة، لكن على الحقيقة الساعة أنا عاملاها بدايرة كبيرة، يعني عشان إيه واخدة مكان كبير. وده كده شكلها. بصوا بصوا الجمال. دي كان سعرها على الأونلاين كانت عاملة 170، وشحن طبعا حسب بقى المحافظة اللي انت فيها. تمام. عايزه اقول لكم على الاونلاين يعني في جروبات بتبيعها اغلى من كده، فده كان في جروب بيبيعها بالسعر الحلو ده. او زي ما انتوا شايفين كده.
حطيت بقى الناحية التانية، شلت طبعا الساعة وحطيت برواز. وده كده كان شكل الساعة، ودي تفاصيل الساعة. ويا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، وعايزة اقول لكم في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو حد عايز اللينك بتاع الجروب اللي انا جايباه